وإلا قلت لك هاد الكيكه بلا فران وغير بيضه وحده، غادي نطيبوها غير في الاير فراير. شوفوا معايا كيفاش كتجي طالعه ومفشفشه ومشقه، كتجي رائعه بزاف، تقريبا حسن حتى من الفران، ما كتاخذش نهائيا الوقت، والبنه كتجي لذيذه بزاف. هنايا خديت واحد الاناء درت فيه بيضه، كاس مع عامرش ديال السكر سنيده، وواحد الساشي ديال الفاني. غادي نخلط مزيان حتى كنحصل على هذا الخليط. نضيف عليهم نصف كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. نخلط الخليط مزيان حتى كيتجانسوا المكونات، وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الكاكاو العادي، يعني اللي كيكون من نوعيه جيده، وغادي نزيد عليه الدقيق. هنايا زدت واحد 7 ديال المعالق ديال الدقيق وخميره الحلويات. غادي نخلط الخليط مزيان، وغادي نضيف قطع ديال الشوكولا. انا استعملت هنا الشوكولا السوداء المره اللي كتكون فيها نسبه الكاكاو طالعه، قطعتها وضفتها للخليط. هنا جبت واحد المولي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. من بعد غادي ندير فيه الخليط ودرته في الاير فراير 30 دقيقه على نار 160 درجه. نتوما عارفين كتشتغل هكذا بالمروحه صافي. من بعد كتكون طابت معايا وكتجي مفشفشه كما كتشوفوا معايا. هنايا دوبت شويه ديال الشوكولا اللي زينت بها الوجه ديال الكيكه، ومن بعد جبت هنايا النوازيت اللي كان عندي هنايا مهرمش، حمرته شويه وضفته من الفوق صافي. هنايا هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالي. عرفتوا كيفاش كتجي لذيذه بزاف، مفشفشه ورطبه. مهم جربوها، متاكده غتنجح معكم حتى نتوما. هنايا قطعتها باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل هشيشه بزاف. وبالصحه والراحه، وما تنساوش لايك لا فيديو.